بص لنفسك في المراية، ده مش وشك وده مش شكل عيونك، ده المكان اللي بتخاف تشوفه، الظل اللي جواك اللي مش عايز يعترف بنفسه. وهي دي حربنا مع المراية. ما تنساش تعمل فولو واشتراك قبل ما نبدأ. في كل مرة بتبص فيها لنفسك في المراية بتحس ان انت مش انت. في جزء منك بيحاول يهرب وجزء تاني بيحاول يثبت وجوده، وانت واقف في نص المعركة مش قادر تحدد مين هيكسب في الاخر. خليني اقولك ان المراية مش مجرد ازاز، دي بوابة لعالم بيكشف الجانب المظلم اللي فينا، المليان خوف وندم ورغبات مدفونة، حاجات مش بتبقى عايز تشوفها ولكن بتتحط قدامك في كل مرة. الغريب ان احنا ساعات بنكره اللي بنشوفه وبنهاجم انعكاسنا، بس الحقيقة اللي انت ما تعرفهاش او عامل نفسك مش واخد بالك منها ان الهجوم على المراية معناه الهجوم على نفسك. كل مرة بتفكر وتقول ان مش ده الشخص اللي انا عليه، جزء منك بيكون عارف الحقيقة لكن ما بيكونش جاهز انه يواجهها. لو حسيت في يوم ان انعكاسك بيكلمك، ولو حسيت ان انت ضايع بين اللي انت شايفه واللي انت حاسس بيه، اعرف ان الحرب مش بينك وبين المراية، ده صراع داخلي بينك وبين نفسك، اختبار للقوة وللشجاعة وللوعي. لو عايز تعرف اكتر اعمل لي فولو واستنى اللي جاي.